السلام عليكم، ازيكم يا جماعه. في الفيديو ده انا هتكلم معاكم عن الوقت اللي بتاخده المراجعه بعد استوفاء الشروط، وده اللي حصل معايا ولسه حالا، يعني تقريبا بقالي 24 ساعه القناه الحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى اتاكتيفت واتفعلت في تحقيق الربح. المده اللي خدتها القناه في مراجعه في المراجعه من قبل فريق اليوتيوب، بالنسبه بعد استوفاء الشرطين الاساسيين في تفعيل القناه، وهو الوصول لل1000 مشترك، وتاني شرط اللي هو تحقيق 4000 ساعه مشاهده. بعد ما استوفيت الشروط ديت القناه خدت 24 ساعه يا جماعه، فقط 24 ساعه واتاكتيفت الحمد لله. بعد كده بيجي لك على الاستوديو بتاع اليوتيوب شويه حاجات بتخش انت بتاكتفها وبتوافق عليها والكلام ده كله عشان يبدا تحقيق او تفعيل الاعلانات على القناه عندك. في ناس، يعني كنت شفت قبل ما يحصل ده، كنت شفت فيديوهات الناس كانت بتتكلم في شهر وشهرين والكلام ده كله. وحتى فعلا اليوتيوب بعد ما حققت الشروط ديت كنت لقيت رساله على الاستوديو في التطبيق يوتيوب استوديو ان هو في خلال شهر سيتم المراجعه، ولكن بفضل من ربنا سبحانه وتعالى هي اتراجعت في 24 ساعه واتاكتيفت الحمد لله واتفعلت. عايز اقول ان في حاجات او في اسباب بتسهل العمليه ديت، وهي ايه يا جماعه؟ اول حاجه، مفيش فيديوهات بث مباشر بدون اي داعي وبدون اي فايده. تمام، ابعد عن فيديوهات البث المباشر اللي هي بتبقى شغاله وفي شاشه سوداء كده، او حتى بتبقى فيديوهات واضح ان هي طويله بدون اي داعي. لان خدوا بالكم معلش، اللي بيراجع الفيديوهات ديت او اللي بيبص على الفيديوهات اللي في القناه عندك ناس زينا عاديين، بعد ما بيتحققوا من ان هي يعني مفيش مخالفات لسياسه وانظمه اليوتيوب. فاول حاجه ابعد عن فيديوهات البث المباشر اللي هي بدون داعي، انما لو فيها اي حاجه بتكون مفيده لمصلحه المشاهد او الجمهور بتاعك ثق تماما ان هي هتكون مفيده بالنسبه لك. تاني حاجه يعني بصراحه هي انك البعد عن المشاهدات او الساعات اللي هي بتتم عن طريق المتصفح الخفي، لان الساعات بتاعته ما بتتحسبش يا جماعه. ساعات المتصفح الخفي بتاع البراوزر على اللابتوب او اجهزه الكمبيوتر ما بتتحسبش، عشان في فيديوهات كتيره برضو عن ان انت ممكن تعمل اكتر من متصفح اللي هو المتصفح الخفي، وبتبدا تفتح القناه بتاعتك او الفيديوهات بتاعتك وتعمل بيها مشاهدات. برضو الامر دوت مش مظبوط، ما بتتحسبش الكلام ده كله. انظمه اليوتيوب يا جماعه دقيقه جدا وحساسه جدا، وبتفهم القناه ديت اذا كانت بالفعل بتقدم محتوى كويس ومتسلسل ولا يعني خلينا نتكلم بطريقه تانية. في حاله اللي انت القناه بتاعتك اتاكتيفت او القناه بتاعتك اتاكتيفت واتفعلت الربحيه عليها، طب ايه اللي هيتم بعد كده؟ ان ما كانش فيه برامج فعلا محدده وما كانش فيه محتوى متسلسل مش هتقدر تستمر ومش هتحقق. صدقني يعني اليوتيوب ما فيهوش كنز للفلوس الناس بتمد ايديها فيه وبتقوم واخده منه. لا لا لا, لا ما فيش الكلام دوت، صدقوني. بالفعل انت لازم المحتوى بتاعك يكون بيشد وبيعجب الجمهور بتاعك، والا مش هيبقى فيه نجاح. طبعا مع الاستمراريه في تنزيل فيديوهات بشكل مستمر، وبالذات اللي بيكون جمهورك والحاجه اللي انت بتفهم فيها او اللي انت بتفهمي فيها واللي فعلا بتكوني شاطره فيها، فدي هتخلي يكون في عندك مشتركين بشكل مستمر وفي ساعات للمشاهده بشكل برضو مستمر. ما تستعجلوش يا جماعه على تفعيل القناه. اشتغلوا وما تبصوش على حجم المشاهدات اللي بتتم عامله ازاي. ما تبصش يعني زي ما انت بتشتغل كموظف وبتيجي في نهايه الشهر بتلاقي الراتب بتاعك، برضو اشتغلي في الفيديوهات بتاعتك وما تبصيش على المشاهدات والعدد ساعات المشاهده الا بعد الشهر. في نهايه الشهر شوف المكافاه بتاعتك هتكون عامله ازاي، عشان هتلاقي تقدير هيكون، انا واثق ان شاء الله ما هيكون كويس. ولكن احنا بنصاب باحباط كبير جدا، اللي هو ازاي الاحباط ده؟
بنزل فيديو بيعمل مشاهدات، بنزل فيديو تاني ما بيعملش مشاهدات، 5 مشاهدات 10 20 وبس وبيقف على كده. تمام. وبالتالي بنزل فيديو تالت وبيعمل برضه مشاهدات قليله جدا. وبالتالي انا كصانع محتوى او كصاحب قناه بجري ورا ان انا يكون عندي جمهور ومشاهدين ومتابعين، بتصاب بالاحباط بشكل كبير جدا، وانا عارف دوت ومريت بيه على فكره في اوقات كتيره جدا. وعشان كده يعني كنت بحاول على قدر الامكان ان انا ما ابصش على عدد المشاهدات اللي بتتم على الفيديو اللي عملته، سيبه وانساه. اعمل فيديو تاني وسيبه وانساه. ما تبصش غير في نهايه، يعني على الاقل بحد ادنى نهايه الاسبوع. يعني اعمل لنفسك او اعملي لنفسك كده وقت هو فتره الاسبوع ما اروحش ابص على الاحصائيات بتاعه القناه بتاعتي، ولكن اشغل عقلي دايما وتفكيري ايه اللي انا هعمله الجديد وايه اللي انا هقدمه لمتابعيني اللي بيحبوا يتفرجوا عليا، واللي عشان خاطري انا داسوا على زرار السبسكرايب والجرس عشان تفعيل التنبيهات والكلام ده كله. الناس دي هم اللي يكون قدام عينيا وبعمل فيديوهات ليهم، لان هم اللي عجبهم المحتوى بتاعي ده، فانا لازم اشوف ايه المحتوى بتاعي اللي عجب الناس وبكمل عليه بشكل متسلسل عشان خاطر اوصل ل اكبر عدد من المشاهدات واكبر عدد من الساعات واكبر عدد من المشاهدين، سواء في البلد اللي انا فيها او بلاد التانية. ف يعني الناس، انا عارف ان هي الناس بتتشتت، واللي بيقول له خلاص، يعني في قنوات كتير وناس كتير بتتكلم تقول لك طب ممكن تحقق ال 4000 ساعه في يوم، واللي يقول لك في 4 ايام، واللي في اسبوع هتكون محقق والكلام ده كله. لا، في اساليب تانية، بس انا باكد لكم ان هي لازم تكون بالفعل يعني مناسبه مع سياسه اليوتيوب، وتكون فيها شويه من العقل، لان كل ده بيبان على الداشبورد وعلى المخططات بتاعه المشاهدات بتاعتك. يعني لما تكون المشاهده بتاعتك 10 20 10 20 ماشيه كده وفجاه بقت عاليه جدا، فاكيد في حاجه مختلفه، في شيء مش كويس او في شيء استثنائي حصل في القناه بتاعتك، ودوت بيبان جدا وواضح جدا لانظمه اليوتيوب. فانا بقول لكم اللي خلى القناه عندي بفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان هي تتفعل كده في 24 ساعه، لان انا شغال عليها بقالي فتره طويله، بنزل فيديوهات اللي انا المحتوى اللي انا مستهدفه، والحمد لله بقى عندي متابعين كويسين، وانا حريص ان انا اعمل لهم دايما الفيديوهات اللي هم بينتظروها مني. تاني حاجه ان انا مش مستعجل، ما بستعجلش على فكره الوصول لتحقيق الربحيه. تالت حاجة وهي ان يكون في فيديوهات كتير. لو ما فيش فيديوهات كتير ومدد كويسة، في فيديوهات بمدد قصيرة وفي فيديوهات بمدد طويلة، بس تكون بتستاهل هي المدة دي، هتلاقي نفسك فعلا بتوصل لأكبر عدد ممكن اللي انت بتنتظره من الساعات، وبتوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبتوصل لأكبر عدد ممكن كمان من التحقيق المشاهدات بتاعتك، واللي بيساعدك في تحقيق الربحية ان شاء الله بعد ما تتفعل القناة عندك. فالناس اللي بتقعد بالشهرين والشهر والقناة بتاعتهم دخلت مراجعة وحققوا الشروط وما تفعلتش القناة، ده طبعا بيكون راجع لان في فيديوهات مش بس مباشر، في فيديوهات ممكن تكون معمولة بدون اي هدف. خدوا بالكم يا جماعة ان اليوتيوب اصلا مصلحته المشاهد وليس صناع المحتوى، هو حريص على المشاهدين اكتر من صناع المحتوى، لان المشاهدين هم اللي بيدعموا المنصة بشكل كبير. اتمنى يا رب يكون استفدتوا من الفيديو دوت، وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والشير والحاجات الحلوة دي. شكرا لكم والسلام عليكم.